سلام خوتي، اسمعوا شنو غيقول أستاذ داودي على السريعة. هاديك السيدة ما بغاتش تحشم، أنا تعاملت معها بالإنسانية وهي الذكية الجميل. اسمعوا خوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم كما تعرفوا كانت الجلسة ديال اللي انا طرف مطالب بالحق المدني مشتكي فيها ضد لبنى الملقبة بالسريعة. الملف الاطوار ديالو اللي عرفها هي ان اليوم تنشوفوا بان الاستاذ النوري تراجع عن الملف، وحضر زميل اخر من مدينة مكناس لمؤازرة المتهمة. الزميل التمس من المحكمة تأخير الملف من أجل إعداد الدفاع. استجابت له المحكمة، تدخل بعض الزملاء منهم الزميلة المحترمة الأستاذة الروغاني التي كان لها كلمات تعقيبية في ملف النازلة اليوم. الملف تقرر تأخيره من أجل إعداد الدفاع الطرف المؤازر للمتهمة، وهذا ما كان في جلسة يومين. وصل الأمور ما بينك وبين الطرف الثاني؟ أي طرف؟ الطرف اللي اليوم كانت عندك معاه جلسة. هي القضية شنو نقول؟ كل ما تنقول أن كفى الله المؤمنين شر القتال إلا ويحدث ما يحدث ويحدث الجديد وتتشعب المسائل. اللي كاين ان هاد السيده هادي ما بغاش تحشم بهاد العباره هادي، وكل مره تتخرج في لقاء، بل اصبحت تتصيد الفرص وتخلق قصص وتتآمر مع اطراف من اجل الإيذاء بي او تشويه السمعه ديالي. الشيء اللي غادي ناكد له ان ما عمرها ما غادي توصل لهذاك النهار، لا هي لا غيرها. السمعه ديالي تبقى محفوظه وقيمتي معروفه على الصعيد الوطني، ماشي حتى على ربما تيقول المثل اتقي شر من احسنت اليه. هذيك السيده تعاملت معها بواحد الطريقه انسانيه، جد انسانيه. للاسف انها اليوم تترد لي الجميل بهذه الطريقه هذه، فتنقول اننا بيناتنا مساطير، بيناتنا شكايات جديده. تنقول لها تتفتح عليها باب جهنم مره اخرى. الان تتصيفط لي مع الاستاذ النوري، تقول له تشوف لي التنازل مع الاستاذ، كيف سأوفى التنازل اليوم وهي كل مره تقدم شكايات بي. الشكاية الأولى تم حفظها، الشكاية الثانية تم إهمالها، ولا أدري هل هناك شكاية أخرى أم لا. نفس الموضوع، أنها تدعي أنني كنت أدافع عن زوجها، وأنني تقاضيت الأتعاب من طرف محسنة، وأنا لا أتقاضى الأتعاب من طرف المحسنين، إنني أنا أقوم بعملي كدفاع وأتقاضى أتعابي كدفاع. إلا كان شي حد عنده محتاج للإحسان راه هي اللي خرجت عبر القنوات تطلب الإحسان. الموضوع هو أن كما قلت تقول أنني في هذا الإطار هذا كنت أحجب عنها المعلومة، في حين نسيت بأن عندي عبر الواتساب، لأن الواتساب تبقى عندي رسائل نصية بيني وبينها، عندي رسائل مكتوبة، عندي مجموعة ديال المعطيات، عندي شكايات تقدمت بها لفائدتها، عندي الضابطة القضائية اللي كنت تنديها بيدي للضابطة القضائية باش يستمعوا لها، وحتى الساعة تنخرج من عند الضابطة القضائية، وماشي غير في مكتب واحد، في مكاتب مختلفة. فبالتالي هذه السيدة اللي تقول لك أنها لم فرضت عليها، كيف فرضت عليك وأنت تأتين إلى مدينة مكناس وقمت وكنت تطالبينني مرات عديدة بإجراء
لقاء عبر القناة ديالها أو القناة ديال اليسرى، وإرضاء لهم، بالرغم من أنني كنت رفضت بحجة أنني أدافع عنها ولا يمكن أن أخرج عبر قناتها، وهذا الشيء اللي كان تيتم في فاس. ولكن لما جاوا المكناس المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة طلبوا مني نحن الآن بمدينة مكناس وماشي في مدينة، واش ممكن دير معنا لقاء لقاء عبر القناة؟ رضخت لرغبتهم حتى لا يعتبرون أنني لا أحب التعامل معهم. كنت قلت واحد الكلمه انها كتسيد الفرص. نعم. بحكم انك انت قلتي درتي فيها غير الخير وانك ازرتي الزوج ديالها اللي هو طبعا حتى الحكم اللي خديت في الابتدائيه بالرغم ان السنتين، ولكن كان هناك مكسب ان هناك طرف مدني لم يحقق مراده او غايته في المرحله الابتدائيه، ولكن في المرحله الصنفيه انتم تشوفوا ان الحكم تم تعديله، العقوبه الحبسيه بقت هي، ولكن هناك مبالغ ماليه يجب ان يؤديها المتهم لهاد الاطراف هادو، هي مبالغ جد مهمه كما تنقول. باش نرجع للسؤال ديالك، كيفاش كتسيد الفرص بهذا المعنى هذا؟ يعني بحكم انك الان اصبحت تبحث، تتعرفوا بانها الان اصبحت يوميا بمدينه مكناس، وهي على علاقه مع واحد اليوتيوبرز دون ذكر اسمها لان ما نديرلاش لا بيب سا ميريت با، وتبحث في مدينه مكناس هل لي مشكل مع شخص ما حتى تخرج تما. وهو الشيء الذي وقع لما لقات واحد السيده ملفا كان رايج من 2020، ومن 2020 بدا في 2019 المشكل، وبدات القضايا فيه من 2020. من 2020 وهاد السيده ساكته حتى الاواخر 2023 عاد ظهر لها بانني انا خنتها في الملف ديالها، انني كنت نبد الفائته، مع العكس مع العلم انني لم انب عنها في هذا الملف ولو لدقيقه، بحيث ان ملي تنوقفوا نأزروا واحد الشخص معين امام السيد وكيل الملك هناك محضر ينجز، وفي المحضر هناك اسمي أنني أؤازر السيد فلان ووالدته السيدة فلانة. حين نقف أمام المحكمة نسجل نيابتنا ومؤازرتنا، المحكمة تسجل في محضر الجلسة حضر الأستاذ فلان عن فلان وفلان، يتكلمون عن تنازل ما. التنازل تم منها شخصيا، وأكررها للمرة 100، تم التنازل منها من طرفها وابنتها شخصيا أمام السيد وكيل الملك في التقديم أمام السيدة النائبة، وتم في نفس اليوم وقوفها أمام السيد قاضي الجلسة، وتنازلت شخصيا ودون ذلك التنازل في محضر الجلسة بعبارات حضرت المشتكية القاصر ووالدتها وتنازل عن الشكاية. بالتالي ما دوري أنا لم أتنازل لأنني لا أنوب عنها، أنا أؤازر المتهم وهي كانت طرفا مدنيا أو مشتكية. ف تم هذه قضية تم محاولة استغلالها لا لشيء إلا للمس بي. وهذه السيدة خرجت عبر قناة، لأن هي من قبل ماشي كانت تتقلب على مجموعة، اتصلت بألوانكم، اتصلت بيوسف الزروالي، اتصلت بمجموعة ديال القنوات، واحد الزميله اخرى، واحد السيده اخرى من قناه الوانكم، اتصلت بمجموعه ديال القنوات، وكلهم كانوا تيرفضوا على اعتبار انهم بعد ما تيسمعوا القصه
وهذا لا تذكرته. كان واحد المره في واحد اللقاء الزروالي كان خرج وهذا هو ما كان موضوع واحد اللي سميتو تيقول غادي عندي قنبله. كان يقصد هذه السيده لان كانت اتصلت به، الا انه بعد ما تحرى وهذاك الشيء اكتشف بان المساله تقدر ترجع عليه وبان هذاك الشيء راه ماشي صحيح. تراجع وبقات من ذاك الحين وهي تتصيد الفرصه. شنو اللي استفز انني قلت بان انا ما عندي اون كارير دو 30 ديال 30 سنه اما فوق، وما عندي حتى شي شكايه الحمد لله. ما عنديش مشكل مع الزبناء ديالي. ف بغات تستغل هذه وخرجت بهذاك الاسم. فمن اعطى لهاد السيده رقم الهاتف ديال تحفه واضح، من يدعم هذه السيده واضح، بدليل انني لقيتهم عند الضابطه القضائيه مجموعين. اليوم واحد الطرف تنوب ضده في واحد الملف وأوازر محاميا شابا فيه ضد هذا الطرف. اليوم جا تيحضر تينوب عليها عندا وبتوصية من الطرف، لأن هادو عوامل ما يمكنلاش تلاقى هكاك بالصدفة. يعني كان هناك خطة ممنهجة للضرب في الأستاذ الدودي خالد. هذا كل ما في الأمر. أستاذ، واش كاين حاليا أطراف كيدخلوا بيناتكم باش أنك تحط تنازل بها أو يتم الصلح بيناتكم؟ لا، هو كان الطلب من مجموعة ديال القنوات فيما قبل، ولكن هذه المجموعات من بعد ما لاحظوا التصرفات ديالها وبداو تيفهموها مزيان تراجعوا. الان كاين واحد اللي تيجي هو الزميل الاستاذ النوري اللي تيطلب مني باش نتنازل مقابل تسليمي مبلغ مالي طبيعة تعويض عن التمييز. فطبيعة الحال انا ترفض. انا تنقول له انا عندي اتعاب تنسالها، انا ما باغيش التعويض، انا عندي اتعاب تنسالها. فلا غادي تهضر معايا في هذا الاطار ان تعطيني اتعابي مرحبا. تجي تقول لي شحال تطلب باش نعطيها التنازل، راه ما تنقبلهاش، فكره لا اقبلها لان كرامتي لا تباع ولا تشترى. يعني من مناديك بل ماشي كرامتي انا باش نفرقوا ان هناك نوعين في هذا المجال هذا ديال الدفاع، الاهانه الدفاع. هناك نوعين من الجنح. هناك الجنحه الاولى هي اهانه محامي اثناء القيام بالعمل ديالو، يعني تقوم بالعمل ديالك وتيجي شي واحد تيهاجمك او تيهينك او وهناك اهانه مهنه ينظمها القانون، وهي الجنحة اللي متابعة بها المتهمة حاليا. وهذه العبارة بالذات أو هذه الجنحة هذه تتعني أن هناك إهانة مست جسم الدفاع بأكمله وليس شخصا أو فردا من أفراد الدفاع. هي مست الدفاع في المغرب بأكمله. أسرة الدفاع هي أسرة موحدة، ما كاينش عندنا ملي تنقولوا إهانة الدفاع فهي إهانة المؤسسة بأكملها وليس شخصا معينا أو زميلا معينا. أستاذ، واش يمكننا نشوفوا يعني من بعد غيكون التنازل بيناتكم وبين هذا الطرف الثاني؟ لا 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 لا، شوف حنا المسألة ديال التنازل فتنا هذه المرحلة هذه، بل اللي غادي يمكن لي ناكد لك ان هناك شكايات اخرى جايه في الطريق. كاين جديد في الشكايات؟ كاين جديد في الشكايات. انت لان المسلسل ما بغاش يحبس وغادي مستمر، وبالتالي ما يمكنش نسكتوا ونحدوا هذا الشيء هذا بتنازل. واكثر من هذا الامر لا يتعلق بي حاليا. انا جزء من الملف. انا كما قلت الامر يتعلق باهانه الدفاع، اسره الدفاع. انا فرد من اسره الدفاع،
لست اسره الدفاع باكملها. فاللي بالاحرى خصو يتنازل هي اسره الدفاع. اولا خص التنازل يجي من عند نقيب المحامين من مدينه فاس، نقيب المحامين من مدينه مكناس، ورئيس جمعيه المحامون بالمغرب.